سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعين ومتتبعات قناة وصفات فردوس. في البداية غادي نتمنى لكم سنة فلاحية سعيدة وكل عام وأنتم بخير على العرب وعلى الشلوح وعلى جميع المسلمين جميع أنحاء العالم. راهو نتمنى اسكو سنباركي اتيدفلو يسكشم ربي الصحة الهنا دفولكي ان شاء الله باذن الله. غادي نقدم لكم الوصفه ديال واحد الطبق كنديروه حنايا الامازيغ في هذه الليله المباركه ان شاء الله. خليكم معايا تاخذوا المقادير الطريقه ان شاء الله. غادي نحتاجو هنايا هذا الطبق. في البدايه انا نقول لكم سميتو تاغولا، فهو غني عن التعريف، كيعرفوه جميع الامازيغ وكيديروه تقريبا في هذه الليله. غادي نديرو هنايا تقريبا واحد لتر ديال الماء، كنديروه في واحد الكاسرول. غادي نديرو عليه، انا عندي هنا 6 كيلو ديال الشعير، يعني ديك السميده ديال الشعير وما يسمى ديك البلبوله الرقيقه. غادي نديروها في الماء يكون بارد، لان ملي كتخليو الماء حتى كيسخن مزيان كيتكور لنا ديك السميده كتكور لنا ملي كنديروها في الماء سخون. لذلك ديروها في الماء بارد في البدايه. ديروها فوق البوطه. غادي نديرو شويه د الملحه، تقريبا واحد معلقه صغيره، وغنديرو هنا تقريبا مقدار ديال 3 المعالق كبار ديال زيت العود. ندير هنا 3 المعالق. انا غادي ندير هنا المقدار اللي قلت لكم. غادي نديروها فوق البوطه. انا بان لي هنايا الخليط عاقد شويه. صراحه انا ما عمري عبرت ملي كنجي نصوب هاد التاكله، ما عمري عبرت المقادير بالضبط، ولكن هذا النهار قلت نوجدها معكم باش تعرفوا طريقه اعداد هذا الطبق. هنا دابا انا غادي نزيد واحد نص لتر ديال الماء تقريبا. المهم حتى كنحسوا بالخليط هكا داير بحال الحسوه تقريبا. صافي ونخليوه يبدا يطيب فوق البوطه. كيف ما كتلاحظوا داك الشعير راه تنفخ وضاعف الحجم ديالو، كتجي على هذا الشكل. ولكن هذه راه مازال ما طابتش، حنا راه مازال كنطيبوا فيها. المهم نتوما فيما شفتوها نشفات زيدوا لها الماء باش ما تحرق لكمش، باش تعرفوها واش طابت. كتهزوا واحد الحبه بحال هكا بين صبعانكم وكديروا لها هكا، لقيتوها تعجناتها بحال هكا صافي راه طابت. لقيتوها مازال قاصحه بين صبعانكم زيدوها شويه د الماء وخليوها تزيد طيب. الا كانت السميده عندكم غليظه فهي راه كتطلب شويه د الوقت، اما الا كانت سميده ديال الشعير رقيقه راه دغيا كطيب. تقريبا كنحسبوا لها غير واحد نص ساعه المكانه. العصيده ديالي ها هي وجدات. انا غادي نقدمها الطبق ديال التقديم. نتلاقاو صافي من بعد ما طابت العصيده ديالنا. حنا كنطفيو عليها كيف ما كتلاحظوا. قبل ما نديرها في الطبق كنزيد عليها واحد الرشيشه صغيره ديال الزعتر. هذه اضافه انا كنقوم بها، ماشي ضروري، ولكن بهاد الاعشاب اللي غادي نديرو هاد الحبوب فهي كتجي رائعه في المذاق. ولا ما نقول لكم المنافع ديال هاد الحبوب راكم كتعرفوها. غادي نزيدو كيف ما قلت لكم شويه ديال الزعتر، شويه ديال زريعه الكتان تقريبا معلقه صغيره، وشويه ديال الزنجلان. كنخلط العصيده ديالي مزيان.
هانتوما كتشوفوا هاد الحبوب كي جات من الداخل. دابا غادي نوضعوها في الطبق. فكيف ما كتلاحظوا انا وجدت هنايا باش كنزين. عندنا هنايا شويه ديال اللوز مسلوق ومقشر، دوزتو في شويه ديال الزيت. هنا زلافه املو وزلافه ديال العسل الحر وزلافه ديال الاركان. هنا شويه ديال الكركاع، شويه ديال التمر حيدت له العظم ديالو قطعته هكا. وهنا بطبيعه الحال درت شويه ديال السكاكير او الحلوى باش كنحببوا الاطفال الصغار هذا الموروث الثقافي. حنا كنزينوا الطبق ديالنا بهاد السكاكير. غادي نديروا العصيده ديالنا بهذه الطريقه. غادي نغرسوا هاد الزليفات ديالنا بطبيعه الحال كيكونوا مغسولين جيدا. كنغرسوهم هكا وسط الطبق. التزيين كيبقى اختياري، الاساس هي العصيده ديالنا. دابا غادي نزينو بهذا التمر. كيف ما لاحظتوا انا زينت بهذه الطريقه. وضعت اللوز حتى هو بهذه الطريقه. غادي نوضع هاد القطع ديال الشريحه هنا. انا نسيت ما قلت لكمش تقديم هاد الشريحه. هنا غادي نديرو داك القطع ديال الحلوى. صافي الطبق ديال التاكله ديالنا ها هو وجد. مرة أخرى أسقاسا مباركي، سنة أمازيغية سعيدة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.